مسا على كل عشاق دحيح الافلام. تبقى قاعد في امان الله لا بيك ولا عليك، ويقع عليك قبه وما تعرفش لا تخرج منها ولا تدخل، ولا حد عارف يروح شغله ولا مصالحه، ولما تنادي حد يساعدك من بره القبه يطلع هو كمان مش عارف يعمل ايه. تعال شوف الناس في مسلسل اندر ذا دوم عملوا ايه، وده مسلسل خيال علمي صدر سنه 2013 وبيبدا بباربي. ما تستغربش الراجل ده اسمه باربي واصحابه بيقولوا له كده. المهم يا سيدي ان الراجل ده كان ماسك جاروف من بتاع حفر الارض، وعمال يحفر في الارض علشان يحط الجثه الطازه اللي معاه في مكان ما يوصلوش الجن الازرق. والغربان بدأت تتلم عليه، وبعدين بنشوف ليندا في اسم البوليس وهي بتقرب من دوك وبتقول له انت نايم في الزنزانه ليه يا عم؟ قال لها وانا هنام برضه في الشغل، عيب عليكي، ده انا بجرب الاوض بتاعتنا عامله ازاي علشان المساجين لما يجوا يبقوا مبسوطين. وبعدين بتقول له انها جالها بلاغ من راجل كبير انه سمع ضرب نار، تعال نشوف الكلام على ايه. وبعدين بنروح مطعم المدينه ورينيه قاعد فيه بيشرب قهوته، والست بتقول انا ما كنتش فاكره ان بتوع المجلس المحلي بيصحوا بدري ويشوفوا شغلهم وكده. قال لها يا ستي ما انا صاحي قدامك اهو، انت ما بتشوفيش غيري كل يوم اصلا. قالت له من يوم ما المطعم الجديد ده فتح على الطريق واحنا حنا هنا واقف ولا بقى فيه ناس ولا يحزنون. قال لها ما تزعليش بكره تفرج وتحلو. وبيوم يشوفوا هو رايح فين وبيسيب فلوس الحساب وازيد من الحساب كمان. وبتقول له ليه كده بس؟ قال لها برشيكي علشان اشتري صوتك في انتخابات المجلس الجايه. قالت له هو في غيرك يعني فيها؟ وبعدين بنشوف رينيه الابن مع صاحبته في البيت، وبتقول له قوم بقى روح جامعتك. قال لها لا ما انا سبتها علشان ابقى معاكي، واتعصبت عليه وقالت له ده انت غبي، دي كانت هتساعدك تخرج بره المدينه، انا هروح شغلي مش هعرف افضل قاعده معاك كده. وبيشدها راحت ضرباه وخرجت وهو كان متضايق منها. وبعدين بنشوف صحفيه عند بيت واحده وبتقول لها اهلا بيكي. قالت لها اهلا يا اختي، انا بعرف الاخبار من النت مش بقرا جرايد فمش متصله بيكي علشان سواد عينيكي يعني، بس شايف عربيه غاز البروبان دي ده رابع تحميله ليها الاسبوع ده والاسبوع اللي فات 6. ولما سالت ما حدش جه، ولما سالت دوك قال لي هيشوفه كان مرتبك، والراجل ده عمره ما كان مرتبك، يعني في مصيبه فيا ريت تشوفي الموضوع. قالت لها حاضر عيني. قالت لها اي حاجه تحصل يا ريت ما تجيبيش سيرتي بقى. قالت لها ماشي ما تقلقيش. وبعدها بنشوف باربي وهو مخلص الدفنه اللي كان عاملها وبيلم الحاجه وبيتكل على الله بعربيته بسرعه. وبعدين بنشوف ليندا وهي شايفه عربيات الاسعاف معديه وبتشاور لحبيبها اللي خارج بره المدينه هو وكل عربيات الاسعاف في استعراض. ودوك بيقول لها انت بتحبيه ليه ده؟ قالت له علشان تامينه جنب تاميننا بيحسسني اننا عبيد. وبعدين بيتحركوا في الطريق وبيلاقوا باربي جاي قدامهم في عكس الاتجاه وعربيته من غير نمر، وهو بيجهز سلاحه، بس بعد ما بيعدي منهم بيبعتوا اشاره لحد يتاكد من العربيه بتاعت باربي اللي جايه دي. وهو بيلف وشه لقى نفسه قدام بقره وبيتفاداها لسه. دخل جوه المزرعه بس الحمد لله جت سليمه، ولا بعدها نفسه وسط مزرعه سورها مكسور والكاوتش مخروم خالص ومفيش استبن. بس كل ده مش مهم علشان بعد ثواني بدات هزه ارضيه عنيفه تحصل وهو حس بيها وليز ودوك ورينيه الاب وكل الناس. وبعدين بنرجع تاني لباربي وهو واقف علشان فجاه حاجه تدب غريبه، وبيشوف بقره اتقسمت قدامه نصين وهو واقف مش فاهم اي حاجه، وبيقرب منها وبيمد ايده علشان يلمس البقرة ويتكهرب ويعرف انه قدام حاجز غير مرئي غريب، ومش هو بس ده المدينة كلها. وبعدين بيظهر له واحد من حيث لا ندري وبيقول له انا اسمي جو، هو في ايه؟ وبيقرب من الحيطة وبيلمسها ويتكهرب هو كمان، وبيقول له ايه ده؟ قال له معرفش والله ظهر من العدم كده. وبعدين بيشوفوا طيارة بتتحرك فوق من جوه المدينة وراح ناحية الحيطة، واول ما بتقرب بتنفجر ولسه هتقع تحت على جو، بس باربي بيشدوا بايده بيلاقوا رجل وقعت مع الطيارة. وبعدين بيقعدوا يدوروا على اي حاجة في شنطة الست اللي لقوها ولو اسمها، وجو بيقول له انها كانت بترعى الفريق بتاعهم في الدوري. وبعدين بنشوف عربية مطافي جايه وبيجري باربي ناحيتها ويحاول يوقفها علشان ما تخبطش في الحيطه وتنفجر. وبعدين بيكتب لهم ورقه يقفلوا المجال الجوي علشان ما بيكونوش سامعين بعض خالص. وبنشوف محطه الراديو الوحيده في المكان وهي بتقول ان مفيش اي ارسال رايح ولا جاي بره المدينه هنا، والكهرباء قطع في المدينه كلها، لولا اننا عندنا مولد ما كانش فيه اي حاجه هتشتغل. وبعدين بتيجي ليز مع دوك ويشوفوا الطيار ويعرفوا ان الغريب اللي اسمه باربي ده انقذ جو ابن
القرية. وبعدين ليز بتجري ناحية حبيبها بتاع المطافي بس ما بيسمعوش بعض. وبعدها بيجي رينيه الاب ويقول لهم انا عندي خطة طوارئ ما تقلقوش. وبعدين بتيجي الصحفية وتقول لهم ايه الكلام على ايه؟ قالوا لها هناخد عربيتك وخليكي هنا. وبتقعد هي مع باربي وتقول له انت مين بقى يا حلو؟ والباب ياخدوا العربيات ويتحركوا حوالين الحيطة دي علشان يشوفوا الناس والمحلات ويشوفوا البتاع دي ممتدة لحد فيه. وبعدين بنشوف ومعاها بنتها واختها وهم معديين من قدام المدينة وبيملوا بنزين. وبعدين بيقولوا ان التنكات مش شغال، وبتقول ان المكان هنا زبالة، وبتقول لبنتها يلا علشان تاخدي جرعة الانسولين بتاعتك، بس لازم تاكلي قبلها، تعالي نشوف مطعم في المكان المعفن ده. وبعدين بنشوف الصحفية مع باربي وهم بيتمشوا، وبيقول لها بتدوري على ايه؟ قالت له بدور على باب. ما اكيد البتاع ده ما طلعش شيطاني كده. وبعدين وهم ماشيين بيلاقوا واحدة ست ايدها مقطوعة وبتنزف ومش قادرة. قال لها اكيد كانت مادة ايدها لما البتاع ده وقع. وبعدين بيشيلها ويجري علشان ينقذها. وبعدين بنشوف محطة الراديو وهم بيحاولوا يفهموا فيه ايه علشان يدخل عليهم رينيه الاب ويقول لهم لازم اعمل بس طارئ حالا. وبيدخل يقول لكل الناس هو مين، وبيقول لهم ان دي حالة طارئة مش تدريب، لازم توقفوا اي عربية ماشية دلوقتي. وكل الناس بتسمعه وهي مقلقة. والام اللي شفناها من شوية بتقول اكيد ده اعلان، لحد ما بيلاقوا تريلا جاية في وشهم وبتخبط في الحيط وبتبقى 100 حتة، وبيقفوا مخضوضين والبنت بيجي لها تشنجات. وبعدين بنشوف المستشفى والناس كلها راحة على هناك بإصابات، والدكتور بيسلم على الصحفية وبتقول له جوزي فين؟ بيشتغل ايام الحد هنا. قال لها ما بيجيش بقاله كذا حد. وبنشوف بعدها انجي حبيبة رينيه الابن وهي مع اخوها، وبتقول له يعني كده ابوك وامك بره وبقينا لوحدنا هنا. وبنشوف ليز وهي واقفة على طرف المدينة مش فاهمة اي حاجة، وشايفة صحفيين وشرطيين الناحية التانية والناس جاية بلبس عازل. وبعدين باربي بيسيب الصحفية ويخرج بره يقف شوية، ويلاقي انجي جاية تاخد منه سيجارة، ورينيه الابن بيشوفهم وما يعرفش هم بيتكلموا في ايه، بس بيفتكرها بتخونه. لحد ما بتيجي عربية الام بالبنت اللي عندها تشنجات، وانجي بتسحبها على المستشفى جوه، ورينيه الابن بيتابع باربي بعين. وبعدين بنشوف دوك ورينيه الاب وهم بيتكلموا، ورينيه بيقول له انه شايف اننا نعين رجاله شرطه زياده. قال له هي ناقصه عبط ونمسك الهواة سلاح، انا مش هعمل كده لا الا لما يجي لي امر من الحاكم او اعلى منه. وبعدين بيقول له طب انا برضو عايز افكرك ان الناس مش هتبقى مبسوطه ومرتاحه اننا بنخزن بنزين قبل الحادثه. قال له والله يا رينيه مش مشكلتي، دي مشكلتك انت، وانت عايز تقول لهم الحقيقه براحتك، مش عايز براحتك برضو اللي تحبه. وبعدين انا ما فيش على راسي بطحه. قال له بس في جهاز منظم ضربات القلب مش عايزني ادوس لك عليه. قال له انت بتهددني؟ انا عملت كل حاجه علشان المدينه دي ما تفلسش واحميها. وسابه ودخل علشان بعدها نروح الراديو، والست اللي هناك بتحاول تلقط اي اشاره او اي حاجه، وبتجرب كذا مره لحد ما بتظبط معاها في تجربه من التجارب. وبنعرف ان اللي حواليهم دي قبه وعلى ارتفاع 20,000 قدم، وده بيكون رساله من الجيش لقطوها بالاجهزه بتاعتهم. وبعدها بنشوف باربي واقف جنب عربيته، ورينيه الابن بيظهر وبيقول له انا شفتك قبل كده. قال له لا والله انا مش من هنا. قال له بس الوش النجس ده اكيد مر عليا. قال له ما تحترم نفسك يا ابني، انا ما اعرفش انا عملت لك ايه علشان تضايقني او انا ضايقتك بايه، بس صدقني مش عايز مشاكل ومش ناقص. وبعدين بتيجي الصحفيه وتقول لي باربي في حاجه ولا ايه؟ قال لها لا ابدا، ده اهل القريه هنا ذوق قوي ومضيفين. وبعدين رينيه بيقول له ماشي يا معلم هشوفك تاني اكيد خلي بالك. وبعدين الصحفيه بتقول له انت هتقعد فين؟ قال لها كل الفنادق محجوزه، هقعد في الطبيعه في الشارع بقى. قالت له لا ما تقعدش كده زي الحيوانات، انت تيجي تبات معايا، جوزي مش موجود وبيتي فاضي، ودي بيئه غريبه مثاليه لتصديرها للشرق، ايه رايك؟ قال لها والله طالما فيها افساد لتقاليد وعادات الشرق يبقى يلا بينا. وبعدين بنشوف حفله عاملينها الشباب على الضيق على طرف المدينه علشان بعدها واحد منهم يندى على جو ويقول له اهلا انا بين، انت بتعمل ايه؟ قال له بدور على الزرار او باب البتاع ده ما ظهرش من العدم. قال له ماشي هساعدك انا مهتم برضه. وبعدين بيقع جو وهو بيقول ان النجوم الفوشيا هتبقى صفوف، ودي نفس الجمله اللي قالتها البنت اللي جالها تشنجات قبل كده برضه، واكيد ده مش صدفه. علشان بعدها نشوف انجي وهي داخله بيتها في هدوء وبتلاقي رينيه الابن بيكتم نفسها، وبيقول لها لو سمعت كلامه مش هيزيها بس بتضربه، وهي بتضربه بيتعافى عليها وبتقع على الارض ويغمى عليها وهو خايف لا يكون قتلها.
وبعدين بنشوف دوك رايح لهم المطعم وبيقول لهم يا جماعه انا عارف ان الدنيا ملخبطه معاكم، كل اللي بطلبه منكم بس انكم تبقوا هاديين وانكم ما تقلقوش خالص من اي حاجه، ومفيش داعي نطلع اشاعات كلنا ما نعرفش حاجه، اي حد هيطلع اشاعه فهو كذاب ما تصدقهوش. وبعدين بنشوف انجي بتفوق وتلاقي نفسها في سرداب تحت الارض، وريني بيقول لها ده سرداب ابويا عامله علشان بيخاف من البلاوي النوويه، ما تلاقيش محدش هيسمعك هنا. قالت له انت مجنون ولا ايه؟ قال لها مجنون بيك يا ستي، وانا عرفت ايه اللي خلاكي متغيره معايا الايام اللي فاتت دي وسر معاملتك الصبح، هسيبك هنا تراجعي نفسك كويس وهبقى ارجع لك تاني. وبيخرج وهو خارج بيقابل ابوه، وابوه بيقول له ايه كنت بتعمل ايه تحت؟ قال له كنت قلقان وفضلت طول اليوم تحت. قال له الحمد لله عدت، وبيحضنه والموضوع بيخلص ومش بيشك فيه بجنيه. وبعدين بنشوف الصحفيه وهي في البيت مع باربي وبتقول له البيت بيتك بقى، انا جوزي ما اعرفش هو فين، بس في الغالب مع واحده شقتها، انا حاسه انه بيخوني عامه. وبيشوف صوره جوزها وبيعرف ان ده الراجل اللي هو لسه قتله في اول الحلقه، وما بيبقاش عارف يعمل ايه وارتبك. وبعدين حاول يقول لها اي كلمتين علشان يطلع ينام. وبنعرف كمان انها عندها مولد كهرباء علشان كده بيتها فيه كهرباء من وسط البيوت كلها. وبعدين بنشوف دوك واقف مع ليز وبيقول لها للاسف اللي بيحصل ده من النجاسه يا ليز، انا بتعاقب، انا حميتك من حاجات كتير قوي وبعدتك عن حاجات وحشه كتير، بس للاسف العقاب شكله طالق معايا. قالت له حاجات ايه يا دوك؟ انا مش فاهمه حاجه. ولسه هيتكلم راح قلبه وجعه وبيقرب من الحاجز، ومنظم ضربات قلبه بيفرقع والناس كلها بتتلم عليه من الناحيه التانيه من الحاجز، بس محدش بيقدر يساعده او يعمل له حاجه. وبنعرف ان الجيش محاصر المكان كله اللي هو عبارة عن قبة ضخمة مرتفعة، محدش عارف يدخل أو يخرج منها أو عارف هي إيه. وبنشوف باربي وهو مع جوز الصحفية في أوضة وبيقول له لازم تجيبي الفلوس اللي عليه. قال له مفيش معايا ومش دافع. قال له يعني إيه يعني؟ ادفع علشان ما تزعلش، ها قدامك فرصة أخيرة قصيرة. وأنا بيجي جوز الصحفية على باربي وبيرفع عليه السلاح علشان يتخانقوا ويقلبوا المكان ويموت جوز الصحفية في الآخر. وبيفوق باربي من الحلم وبيلاقي الصحفية وبيقول لها إيه؟ قالت له أنت يا صاحبي انت اللي مصحينا من النوم، كنت في كابوس وعمال تصرخ. قال لها آسف وشكرا مرة كمان إنك مخلياني هنا. قالت له أنا اللي شكرا إنك مونسني وعامل حس وأنا بايتة لوحدي. وبعدين بنشوف دوك والشرطة جت وبتقول لي ليز إيه اللي حصل؟ قالت لهم دوك قرب من الحاجز وجهاز القلب بتاعه انفجر. قالوا لها ما بيفجرش الأجهزة ده، ما الساعة هي جنبه ما انفجرتش. وبعدين واحد فيهم بيقول أمال مين اللي مسؤول دلوقتي؟ مش فاهم. قالت له مش وقته، يلا نحاول نلحق دوك بسرعة. وبعدين جو بيفوق وصاحبه بيقول له أنت بقالك ساعتين في تشنجات وحاجات غريبة. قال له انا كويس مفيش حاجة. وبيتحرك وبنعرف انه هيعمل مسح شامل للمكان ده باستخدام حساب المثلثات. وصاحبه بيقول له حلو ده، يلا بينا يا عم وانا هساعدك. وبعدين بنشوف بتوع الراديو الواد بيقول لها انت بتتعاملي معايا بتكبر ليه؟ ولا منك مهندسة وانا بوزع اغاني؟ سمعتي بقى حاجة من الجيش بعد الهيصة دي؟ قالت له بحاول لسه اثبت الجهاز بدل ما احنا بنسمع بالصدفة كده، بس هنثبت الاشارة يعني ما تقلقش. وبعدين بيخرج يقول للناس بما اننا المحطة الإذاعية الوحيدة اللي تقدروا تسمعوها دلوقتي فبنرحب بيكم وهنشغل الأغاني اللي تعجبنا. وبعدين بنشوف رينيه الأب في المطعم وهو بيصلح مولد الكهرباء ليهم، وأول ما بيصلحوا بتخرج الأم وبنتها وبتقول لهم إيه الحاجات الغريبة دي، اختفت ولا إيه؟ قالوا لها لا والله بس شغلنا مولد الكهرباء الحمد لله. وبعدين بيقول لهم أنتوا كنتوا بتعملوا إيه هنا؟ قالوا له بختنا الأسود كان معدينا من هنا واتحشرنا. قال لها آسفين والله كان نفسنا تتعرفوا على المدينة في ظروف احسن من كده بكتير. وبعدين بنشوف ليز جت وقالت له الحقنا يا عم رينيه دوك مات. وبيوم وهو مخضوض معاها علشان بعدين يشوف الصحفيه وهي واقفه بتحاول تكلم الجنود بتوع الجيش اللي الناحيه التانيه ومش بيردوا علشان يخرج باربي ويقول لها هم عندهم اوامر ما يردوش، ولو قلعتي هدومك مش هيبصوا لك برضه. قالت له حصل، انا لسه مجربه من شويه وللاسف ما بصوش ليا. وبعدين بتقول له يمكن هم اللي عاملين كل ده. قال لها مش عارف بصراحه، بس الموضوع غريب تحسيه اكبر من الجيش. وبعدين بتقول له بس اكيد طالما هم هادين كده يبقى بيسمعوا حد معين، وده اللي مطمنهم. وبتركب العربيه وتطلع على محطه الراديو. وبعدها بنشوف انجي وهي بتحاول تخرج ورينيه بيجي وبيربطها بجنزير في السرير وبتطير الاكل اللي معاه قبلها وبتقول له ما تسيبني يا ابني. قال لها انا بحبك ومش هسيبك الا لما ترجعي زي ما كنت معايا قبل كده. قالت له يا ابني انت شارب ايه ولا مبلبع ايه ما تسيبني؟
ريني؟ قال لها انا شفتك امبارح عند المستشفى وانت واقفه مع واد كبير اشقر. قالت له معرفوش والله، خدت منه سجاره بس. قال لها كمان ليكي عين تكدبي، حصل بينكم ايه؟ اغراكي وضحك عليكي اكيد، انت بتحبيني انا. قالت له لا بحبك ولا نيله، ولا عمري حبيتك ولا عمري احبك، وفي بيني وبينه علاقه عملت معاك كل حاجه. قال لها ماشي، خليكي بقى هنا محبوسه زي البهايم كده، وخرج وسابها علشان بعدها نروح لدوك الله يرحمه. وليز بتقول لي ريني مات واتخطف منا. قال لها اتخطف ايه يا ليز؟ ده قلبه كان شغال بجهاز منظم صلى على النبي. وبعدين بتقول له قعد يقول لي كلام غريب قبل ما يموت. وانا ريني قلق وقال لها كلام غريب ازاي يعني؟ قالت له قعد يقول لي انه حماني من حاجات كتير، وان في حاجات كتير بتحصل بس ما لحقش يكمل. وبعدين بيجي الحانوتي ويقول لهم وحدوه، وبيكون شكله غريب. وبعدين ليز بتقول لهم عن اذنكم بقى وبتخرج. وريني بيمسك الحانوتي وبيقول له يخرب بيتك، انت بتشرب مخدرات قبل ما تشتغل؟ قال له عادي علشان اركز. وبعدين بيقول له الله يرحمه دوك مات وخد سره معاه. ريني قال له لا ما خدش اسرار، ده مات قبل ما يقول لليز حاجه، وعايزين نتاكد انه مش كاتب اي ورق ولا عامل اي حاجه كاتب فيها حاجه تخصنا، فصحصح معايا علشان نقدر نتاكد بسرعه. وبعدين بنشوف صاحب جو وهو بيرسم باب على الحاجز، وبيقول له يلا يا صاحبي المخرج اهو. قال له خلاص بقى هزارك ماسخ والله. وبعدين بيجي لهم باربي وبيقول لهم بتعملوا ايه يا رجاله؟ قالوا له ادينا قاعدين هنعمل ايه يعني؟ وجو بيقول له انه استخدم حساب المثلثات وعرف يحسب محيط الدايره دي. قال له شغل عليه والله، وهنعمل ايه بقى؟ ده هياكلنا ويشربنا، هروح واسيبكم مع فراغكم ده. وبيمشي ويسيب. وبعدين بنشوف محطه الراديو وهم بيسمعوا كلام الناس في الجيش علشان الصحفيه تشوفهم وتطلع لهم. ونرجع لليس في الاسم وهي شايفه حد بيدور في اوضه دوك، وبتدخل تلاقيه رينيه الاب وبتقول له ايه يا معلم بتعمل ايه هنا؟ قال لها مش بعمل حاجه، انا بدور على دي. وبيديها وصية دوك وبتقراها وبتقول انه كتب لها بيته وكل حاجة. قال لها كان بيحبك وبيعتبرك زي بنته، وبيخرجوا سوا من المكان علشان تمشي تروح تشوف شغلها. وبعدين بنشوفه بيقول للحانوتي ان ليز هتروح بيت دوك، عايزين نروح قبلها ونظبط الدنيا علشان اكيد شايل ورقه هناك ما لقيتوش خالص في المكتب. وبعدين بنشوف الصحفية وهي بتسمع حوارات بتوع الجيش بره من خلال محطة الراديو، وبتقول لهم انتوا ازاي عملتوا كده؟ الست قالت لها انا كان زمان معايا دكتوراه في هندسة الاتصالات، بس للاسف يعني ما حصلش نصيب، وقعدت عملت الاختراع ده وبقيت اقدر اسمع الجيش ومعرفش هم بيسمعوني ولا لا. وبعدين بتسمع كلمة قبة، قالت لها ايه القبة دي؟ قالت لها في الغالب الحاجز الضخم ده قبة، سمعتهم قالوا كده كذا مرة. والصحفية بتنزل اوضة البث وبتاخد المايك وتقول انها راحت محطة الراديو وسمعت الجيش، والجيش مش عارف اللي احنا فيه ده ايه لسه، وغير كده بيقولوا على المكان اللي احنا فيه ده قبة، ودي اخر الاخبار، ولما نعرف جديد هنبلغكم ان شاء الله. وبعدين بنشوف ليز في المطعم وهي بتحاول تطمن الكل وبتقول لهم يعني في اسوأ الاحوال السما مش هتقع عليه، مش عايزينكم تبقوا في حالة ذعر، عايزين هدوء كده الله يكرمكم. وبعدين بنشوفها بره وصاحبها بيقول لها الذعر ايه؟ معنى ان في قبة كده اننا هنموت، لا احنا عارفين هي ايه ولا الجيش عارف. قالت له ماشي هنعمل ايه يعني؟ هنرعب الناس، انت عارف لو الناس دي اترعبت هتعمل ايه؟ وبيمشي وبيسيبها وبتقول لي صاحبهم التالت سيبه يهدى، احنا محتاجين كل رجالتنا دلوقتي. وبعدين بيجي الحانوتي ويقول لهم هدعيلكم في صلاتي يا جماعه، انتوا بتتعبوا قوي وخدوا بالكم من نفسكم. وبيكون طبعا سرق مفتاح بيت دوك من ليز وهي مش واخده بالها علشان يروح يدور على الورق اللي هناك. وبعدين بنشوف رينيه رايح لواحد على طرف المدينه باينه مش دريان باي حاجه، رايح يخبط بالجرار في الحيطه وبيقول له اوعى يا رينيه ههدي الدنيا. قال له اسمع الكلام وانزل. قال له هقول لدوك انك بتضايقني سيبني. قال له دوك مات. قال له امال مين المسؤول دلوقتي؟ وبعدين بنشوف جو وصاحبه بيقول له يخرب بيت البؤس اللي احنا فيه، يعني ممكن ما نشوفش بنات تاني، يعني كده فرصه اننا نتكلم بنات راحت علينا كلها ولا ايه؟ وبعدين بيشوفوا علماء وهم بيجربوا يرشوا حاجات على الحيطه من بره، وبيقربوا منها وبيمد جو ايده علشان يلاقي ايده بتتبل، وبيقول له ده كده الحيطه دي عامله زي المصفى تقريبا. وبعدها بنروح لباربي في سوبر ماركت وهو بيشتري السجاير وبيلمح بنت الست اللي جالها تشنجات وهي بتسرق حلويات، ولما خرجوا بيقول لها الناس هتبدل السجاير كمان شويه باي حاجه لما ما يبقاش فيه سجاير ولا حاجات كتير، انا لو منك ما اكلش الحلويات اللي معايا دي واحوشها. وبعدين بنشوف رينيه الابن وهو مراقبه ماشي وراه، وبعدين بنشوف الصحفيه وهي واقفه جنبهم في محطه الراديو وبتسمع اللي بيتقال بره من الجيش، وبيعرفوا ان القبه دي مضاده للليزر ومضاده لحاجات كتير جربوها، وبتقول يا نهار ازرق
كده يعني الجيش مش عارف ومش هو اللي عاملها، امال مين اللي عاملها وهيحصل فينا ايه؟ وبعدها بنشوف باربي وهو ماشي ناحيه بيت معزول، ولما بيوصل هناك بيفتكر اللي حصل مع جوز الصحفيه، وبياخد السلسله بتاعته اللي كانت وقعت منه هنا ورجع ياخدها لحد يعرف انه كان هنا، وبيلاقي وراه رينيه الابن، ورينيه بيقول له يا ده انت مكركب الدنيا خالص يا جدع. هنا بقت زنقتها، قال له انا مش فاهم انت بتقول ايه ولا بتتكلم على مين وانت ماشي ورايا ليه؟ قال له علشان اقتلك، ومسكوا بداوا يضربوا بعض، وباربي مسكوا عجنه واتضربوا بره البيت وكان هيقتله، بس وقف وقال له انا ما اعرفش انت عايز ايه، بس المره دي ربنا كرمك، يعني المره الجايه هكمل ضرب فيك ومحدش هيحوشني عنك. وبعدين بنشوف الحانوتي في بيت دوك ودخل ودور على الورق اللي هو عايزه، وبعد ما خلص تدوير عن الورق بدا يحرقه وهو مبسوط علشان يولع في الستار، وبعدها النار تمسك في الاوضه كلها وهو يتحشر وما يبقاش عارف يخرج منها. وبنشوف جو وصاحبه وهم ماشيين جنب الحيطه، وبعدين لقوا واحد ميت والكلب بتاعه واقف جنبه مش عايز يمشي وبيصعب عليه، وبعدين بيلمحوا حريقه في الطريق وبيندهوا الكلب ويروحوا على هناك على طول، وبعدين بيجي اشاره للليزر برضه ان في حريقه، وبتعرف انه في بيت دوك من العنوان اللي تاه، وبيلمحوا باربي وهو ماشي في الغابه وكانوا عايزين يعرفوا هو ماشي بيعمل ايه بس مش وقته. ورينيه الاب بيروح ويبعدهم عن البيت وبيسمع الحانوتي جوه بس بيقرر يسيبه يموت، وبيلاقي ليز جت وسمعت الصوت من جوه ودخلت جري وخرجت وهي معاه الحانوتي وبتقول هو كان بيعمل ايه في بيت دوك. وبعدين بنلاقي رينيه اختفى خالص من المكان، وبعدها بنشوف اللي موجودين كلهم جابوا جرادل وبداوا يعملوا حلقه ميه علشان يطفوا الحريقه، بس البيت كان جنبه خزان بروبات وفجر، والموضوع بقى اكبر من جرادل الميه دي، وعربيات المطافي كلها خرجت اول حلقه من المدينه علشان كان عندهم استعراض. وبعدها جم ولو رينيه الاب جايب بلدوزر كبير علشان يدمر بيت دوك، وده هيطفي الحريقه فعلا بفاعليه اكبر. وبعدين بنشوف رينيه الابن وهو بيكلم انجي وقاعد بيقول لها لو ما تعدلتيش هتزعلي، انا قتلت الواد اللي انت ماشيه معاه. قالت له مش عارفه، حاسه ان هو اللي ضربك. وبعدين بيديها الصور قديمه ليهم وبيقول لها انا عايزك ترجعي انجي اللي كانت في الصوره دي ويرجع اللي كنا بنحارب علشان وقتها. وبعدين بنشوف الحمد لله كله بيحاول يطفي النار بتاعت البيت وبننجح، ورينيه الاب بيروح يطمن على الحانوتي ويقول له يا هبل هو ده اللي نظفت وراه تفضحنا. وبعدين ليز بتقول له انت كنت بتعمل ايه جوه؟ قال لها انا كنت بجيب بدله لدوك علشان جنازته، بس الحمد لله ربنا ستر يا بنتي. وبعدين رينيه بيقول لهم اننا النهارده عدينا المشكله دي بمجهود الكل وهنعدي الجاي بنفس الطريق. عايز دايما يبقى فيكم الروح دي ومحدش فيكم يفكر في نفسه قبل الناس. وبعدين بنشوف شرطي مذعور بيقول لهم الغاز هنا ما بيخرجش، القبه دي مقفوله علينا وكلنا هنموت، وبيضرب نار في الهواء علشان بعدها بلحظه النار ترد في صاحبه وتقتله بنفس الطريقه اللي مات بيها دوك. وبعدين بيبضوا عليه ويحاولوا ينقذوه اللي سايح في دمه ده، وبتخلص الحلقه على هنا. لو عايز بقى تعرف حصل ايه في باقي الحلقات قول لنا في الكومنتات وسيب لايك علشان نعرف انك عايزنا نكمل لك المسلسل.